أحد التابعين وحديثه في السنن يقول: أقبلت على المدينة فقلت: اللهم ارزقني رفيقا صالحا، فرزقني الله بأبي هريرة ورافقه واستفاد منه. فالدعاء تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الرفيق الصالح، هذه من الدعوات المهمة، أن يرزقك الرفيق الصالح، الأخ المعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا وجدت هذا الرفيق لا تفرط فيه، لا تضيعه. أحيانا تضيع الرفيق بكلمة قاسية تكون منك، بجرح لمشاعره، بتعد عليه، إلى غير ذلك. إذا وجدت الرفيق حافظ عليه بطيب أسلوبك وحسن كلامك وطيب معشرك وطلاقة وجهك ولطفك معه، حتى تبقى الأخوة بقاؤها لها أسباب، فلا بد من ذلك. ولا بد أيضا من بحث عن الأخيار، ولا بد من صبر النفس على مجالستهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.